مش لازم ننسى مهما الأيام علينا تقسى. رأيك بعرف ممكن يتغير بس مع الليل ايه بده يرسى. برأيك فينا نتقبل شو مخبالنا هالمستقبل مهما الحياة تتغير فينا قلوبنا ما بعمرها تتحول. رأيي ورأيك مختلفين شو يعني بنتقاتل؟ برأيك انت بهالدنيا اصلا في شي بيستاهل؟ ننسى الود ننسى العشرة طريها عدل العشرة مهما بعد طريقنا وحدي ودروبنا ترجع تتقابل. رأيك انت ولا مرة كلام قاسي أنا هي كلمة وانقالت كلمة مش حرزان. حقك تلحق تحكي تقول كل يلي عبالك. أنا بآمن بالحق وبالخير دايما بتفائل. برأيك مش مساء الخير، معكم كارين سلامة. حلقة جديدة من برنامج برأيك على شاشة المستقبل. بحلقة الليلة رح نعرف رأي ضيفتنا بيه مخلوقات فضائية بالبيت الأبيض، كاتب لانشات ورب صدفة، غرباء ولكن، فص ملح وداب، مجوهرات وهاتف ولا بالأحلام، الصحافة حرة، ابن الوزير وزير، فاشن والريد كاربت، دعوة عشاء بمليون جديه، خطف الأطفال أو خطف النوم من العيون، ورسالة بقى لأوباما. كل هالمواضيع رح نناقشهم من خلال رأي ضيفتنا، ومثل ما تعودتوا أنا بكل حلقة بجسد شخصية. الليلة مجسدة شخصية المخلوق الفضائي بما أنه كتر الحديث عنهم بهاليومين، ورح نعرف رأي ضيفتنا المميزة لليلة اللي دخلت عالم الغناء وتحولت بفترة قصيرة لنجمة. المعروف عنها إنسانيتها الكبيرة، غنت العديد من الأغاني، وبسبب محبتها الكبيرة للسيدة صباح الصبوحة فتحت لها قلبها وعطيتها كل ريبرتوارها لتغنيه وترجع تحييه. طلتها لليلة رح تكون مميزة جدا وكتار بانتظارها ضيفتنا النجمة رولا سعد. بونسوار. تسترجي تسلمي علي؟ كيفك رولا؟ سافا، اشتقنا لك. وانا كمان. هلا في اشياء جديده بانتظار الناس؟ مثل شو؟ في عندي سنجل هلا لالحان سمير سفير وكلمات كريم الشاعري وتوزيع طارق مدكور، استوديو سابا، ورح نصورها كليب. صورني اوريدي مع فادي حداد. بنتمنى لك كل التوفيق. رولا مواضيع كثير متنوعه ومتشعبه رح نناقشها نحن وياك الليله. رح نشوف اول موضوع سوا. يلا. نشرت إحدى الصحف الإيرانية الرسمية خبر غريب، وهو إنه البيت الأبيض والولايات المتحدة الأمريكية استولت عليها الكائنات الفضائية، وهي يلي عم تقوم حاليا بإدارة البيت الأبيض وعم تتدخل بسياسته الخارجية. وهي السبب كمان بإنه الولايات المتحدة أصبحت عم بتسيطر على العالم وعم بتديره، وما كان هالشي ممكن يحصل لولا مساعدة ومساندة هالمخلوقات الفضائية. وبهالمقال بتكون هالصحيفة حسمت موضوع هو مدار بحث وجدل بين العلماء والناس حول إمكانية وجود حياة ذكية على كواكب تانية غير الأرض. الصحيفة نشرت هالخبر، بس هل ثبتت أقوالها بقرائن ودلائل؟ نحن ما شفنا شيء. بتضحك ايه؟ اكيد شيء بيضحك، اكيد شيء مش مزبوط يعني. بس يمكن نوع معين من الاعلان او سكوب عم يعملوا، بس اكيد ما في كائنات فضائيه. ما حدا لمس هالشيء. انت برايك معقول نكون نحن الوحيدين رولا بهيدا العالم على الارض؟ فينا بتفكري فيها؟ في يعني ساعات بنفكر اكيد. وبينحكى انه في كائنات فضائيه، بس لحديت هلا ما شفنا شيء يعني. ما بعرف اذا انت شفتي شيء او عرفتي شيء عن الموضوع اكثر مني، ما بعرف. في مينستر بالكونغرس الكندي أكد هيدا الموضوع وقال إنه لا في مخلوقات فضائية، بس أنا على طول بتسأل ليش بيجوا بس لعندهم؟ الأعزاء إنه نحن هون ما بيجوا لعنا. بدهم شغل الآن عن جد إنه نحن ليه إنه يجوا لعنا؟ بدهم شغل هن أكثر منا. إيه بس نحن بعتقد عم يجوا عن مريم نور، مريم نور عايشة مع الكائنات الفضائية. يمكن. طيب برأيك الوطن العربي شو بينقصوا ليكون وطن متحد؟ يعني يكون عندنا كلمة واحدة مسموعين برا، لأنه نحن مشتتين. ناقصنا السلام والمحبة. المحبة لو بنعرف نحب بعضنا مزبوط كان ما حدا بيفرقنا. ونحن من الناس اللي بإمكانيات كتير قليلة بنقدر نعمل أشياء كتيرة، بس للأسف ما عم بيكون عندنا الوقت، ما بنلحق نقوم نرجع بنوقع. وهذا الشيء هي مشكلة كتير كبيرة. لازم نحب بعض لنقدر نكون أحسن، ولنقدر نكون مثل ما غيرنا عم بيكون دايما بالطليعة يعني. برأيك معقولة تكون ميشيل أوباما مثلا زوجته لأوباما مخلوقة فضائية؟ أكيد لا، أكيد.
يعني هي يعني اكيد مزحه مسحة. مزحه اكيد. رح ننتقل هلا للموضوع الثاني بنشوفه يلا. سوا. يلا. أز كابوريا أز كابوريا. الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت صرحت بمقابلة تلفزيونية من بعد فوزها بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة إنها مثلت للمرة الأولى وعن طريق الصدفة دور كومبارس بفيلم كابوريا مع أحمد زكي، وهالشي تزامن مع وجودها بمصر من بعد انتهاء تأشيرة دخولها للمملكة المتحدة، لهيك راحت لمصر بانتظار تأشيرة تانية. هونيك بالصدفة مرقت حد ما كانوا عم بيصوروا فيلم كابوريا. I had no money and I needed some money to stay for a week longer in Cairo. And he was recruiting American-looking extras to be in an Egyptian boxing film. كانوا بحاجة لممثلة أجنبية شقرة تحمل مواصفات كيت، فسألوها إذا بتقبل تمثل دور صغير مقابل مبلغ مالي متواضع، فوافقت. And you're going to get free falafel. وهذا كان أول دور مثلته كيت، يلي من بعده حبت الفكرة وسعت لحتى تصير ممثلة. أوريجينال أو الفكرة دي عشان And they didn't feed us and so I left. وهيك أكملت كيت بلانشيت حياتها المهنية وتوصلت إنه تكون أفضل ممثلة لعام 2014 عن دورها بفيلم بلو جازمين لوودي ألين. برأيك رولا الصدفة قد ايه ممكن تلعب دورة بحياة الإنسان؟ اكيد الصدفه شغله كتير مهمه ولازم الواحد يعرف كيف يستغلها، او بس للاسف مش دائما بنعرف انه هيدي هي الفرصه او هيدي الشغله اللي لازم نحن نعملها. مشان هيك انا بآمن بالصدفه وبالشانس. يعني برأيك في أوقات بتمرق من حد الإنسان فرص وشانس كتير أكيد. كبير وممكن ما يتطلع وما يشوفه؟ اكيد يعني ولا واحد ممكن يخطر بباله انه دور صغير مثل هيدا انه ممكن توصل لنجمه عالميه وتاخذ اوورد. برأيك لو هيدا الشيء صار مع نجمة عربية ممكن يكون عندها الجرأة تعترف من بعد ما أكيد. تكون نجمة كبيرة؟ اكيد في كتير يعني في هيك وفي هيك، في ناس عندهم الجرأة بيحكوا وبيبقوا مبسوطين بالماضي تبعهم وكيف هن قدروا وصلوا، فعندك ناس يعني بيستحيوا من خيالهم. إصرار الفنان للوصول برأيك مثلا إصرارها لكيت بلانشيت، إصرارك إلك، إصرار كتير من الفنانات للوصول ما بيستاهل كمان أوسكار؟ اكيد اكيد، بس هون الشانس وربنا شو كاتب للواحد بده يصير. يعني في كتير ناس بيشتغلوا وعندهم جهد وبيعملوا جهد اكثر منا ومني ومن اي حدا تاني، بس ما بيوصلوا وما بيقدروا يعملوا شيء. في ناس بيبقى جهدهم كتير قليل وبتجيهم فرصه وبيجيهم نجاح كتير كبير، هذا شيء من عند ربنا. رولا مثلا انت ما بحياتك خبيتي انه بداياتي كانت مع الفنان صابر الرباعي، يعني اذا فينا نقول اكيد ايه؟ انا كنت موديل وصورت معه وعادي، يعني ليه بدي استحي من هيدا ليه الشيء؟ بدك تستحي لا منه؟ بالعكس كنت مبسوطه كتير وهيدا الشيء اللي كان بدايتي وكمان اعلانات وعرض ازياء، شيء يعني عمل بشرفني، ما بيخليني اكون اخجل. اكيد. برايي رولا لما مثلا بتكوني عم تشوفي مقابلات لفنانات كتار ولفنانين ومثلا ما بيقولوا الحقيقه لما بينسال هيك سؤال، ايه في منهم كتير. ايه برايي رولا مثلا شو بتفكر، شو بتقول، بتضحكي شو؟ اكيد بضحك لانه هن هدول ناس مش متصالحين مع حالهم، لانه لبنان صغير او الدول العربيه صغيره، كلنا بنعرف عن بعضنا، حتى لو بعدين اكتشفنا شيء بس ما في شيء بيتخبى. فليه الواحد يكون صريح مع حاله انه عادي كيف بلش وكيف كان وكيف صار، بالعكس لازم ينبسط بحاله انه بالرغم من كل الظروف اللي هو عايشها قدر يوصل. رح ننتقل نحن وياك لموضوع جديد بنشوفه سوا. يعني Do we just do this anytime? Yeah. You ready? Come on. Justin, Elizabeth, how are you? Nice to Shall we meet make you. out? Absolutely. This here is the awkward moment. Are you filming? I even forgot his name. Pretty scary. Nice to meet you. And so I can kiss. I'm wasting my time. I can't go on wasting my time. Adding scars to my heart, 'cause all I hear is I'm not ready now. برأيي رولا أول شي بتعمليها
أكيد غرباء لا. عن بعض؟ أكيد لا. ما بيعرفوا شو اسامي بعضهم حتى لا ما لا بيعرفوا. أكيد لا، أكيد لا، لأنه في ناس عندهم إياها بيقدروا يعملوها، مثل مثلا الممثلين اللي بينطلب منهم أدوار معينة وبيقدروا يعملوها عادي. في ناس ما بيقدروا، وهذا الشيء حسب عقليته للشخص، تربيته. مش معناتها انه اللي اذا بيسوا بعضهم تربيتهم مش مزبوطه، لا، هو انه بيبقى هيك يعني ما عندهم مشكله بهذا الشيء. لا، انا عندي مشكله فيها، لانه احنا ناس المفروض نتميز عن الحيوانات، سوري على التعبير، باحساسنا، بمواقفنا، بتصرفاتنا. مشان هيك نحن بنتميز عن الحيوانات بهالاشياء يعني. برأيك هالدعاية هي بالنهاية دعاية لمحل التيب، دعاية تيب، برأيك دعاية ذكية لفتت نظر الناس؟ أكيد يعني أكيد يعني هن وصلوا للي بدهم إياه، على العلم إنه ما لقيتها حلوة أبدا أنا، بس إنه لو منا هالقد ذكية ما كانت وصلت وهلا عم نحكي فيها. برأيي رولا ليه منا حلوة؟ لأنه شيء بيزار يعني، شيء غريب. إيه طبعا، إنه اثنين أشخاص ما بيعرفوا طبعا بعضهم. أكيد يعني منه منطق، ومنه شيء حلو يتعودوا يعني يشوفوه أولادنا وإخواتنا بتعرف من الفنانين رولا بيعتمدوا اسلوب الصدمه او ان كان باشاعاتهم، باخبارهم، بالحكي عنهم وبكليباتهم كمان ليوصلوا رساله او ليوصلوا فكره او لينحكى عنهم بالمطلق. برأي رولا؟ لا 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 لا، مفروض العمل هو يعني مفروض العمل اللي بتعمليه هو اللي ينحكى عنه. مفروض حياتك اليومية إذا فيها شيء مثلا بالصدفة انعرف أو شيء وخرج ينحكى عنه بينحكى عنه، يعني أنت مسؤولة عن حياتك. يعني مفروض الإعلان أو الدعاية إذا بدها تصير عن أعمالك، مش عن شيء أنا عم بخترعه. على العلم إنه كان هون أو برا يعني بيلحقوا هيدا الأسلوب، وهذا أسلوب ناجح، بس أنا ما بحبسه. رولا بعد البريك مواضيع كثيرة رح نتناولها، فص ملح وداب، مجوهرات ورا بالأحلام، والصحافة حرة. أكيد بدي أرجع أذكركم بعناويننا على السوشيال ميديا عم تشوفوها قدامكم على الشاشة، من خلالها فينا نتواصل نحن وياكم، وطبعا تعطونا آرائكم والمواضيع اللي بتحبوا نطرحها. بريك صغير ومنتابع. نرجع معكم مشاهدينا. طبعا انا اليوم رولا لابسه مخلوق فضائي لانه اول روبورتاج كان عن هالموضوع، وهلا الروبورتاج اللي رح نشوفه هلا انحكى كثير انه كمان مخلوقات الفضائيه هي اللي اخذت الطياره. هلا نحن طبعا بدي اوضح للمشاهدين انه نحن هذه الحلقه مسجله، فيمكن لما تنزل يكونوا عرفوا شيء عن الطياره، فهذا الاحتمال وارد. رح ننتقل لنشوف الروبورتاج. Malaysia Airlines flight MH370. Malaysia Airlines flight MH370. Flight MH370. Malaysia Airlines flight 370. طائرة ماليزية اختفت عن الرادارات وعن الأقمار الاصطناعية وفقد الاتصال فيها نهائياً. عمليات البحث عن الطيارة فيها إرباك كبير، وهالشي بسبب عدم معرفة أي مكان اختفت فيه أو سقطت فيه. سيناريوهات كتيرة غير فرضية تحطمها عم تتداولها وسائل الإعلام. منهم قالوا إنها خطفت وهي بكوريا الشمالية، والبعض قالوا إنها وقعت بما يشبه الثقب الأسود واختفت عن الرادارات. كما إنه بعض الأخبار قالت إنه مخلوقات فضائية خطفتها وأخذتها لمكان آخر. فرضية سقوطها عم تلغيها ادعاءات بعض أهل الركاب يلي عم بيقولوا إنه تليفونات أقربائهم عم بترن لما يتصلوا فيهم، وإنه عم بيشوفون على وسائل التواصل الاجتماعي بس ما عم بيردوا عليهم. باختصار، غموض اختفاء هالطائرة بذكرنا بمثلث برمودا يلي شغل العالم بالقرن الماضي. برأيك أنت رولا شو ممكن يعني يكون صار فيها للطيارة؟ وين ممكن تكون؟ يعني صراحة بهذا الموضوع بالذات بفضل ما افترض اشياء، لا احترم شعور الاهالي، لانه هن دائما بيبقوا متعلقين بامل، فبترك هذا الموضوع للصحافه او للمسؤولين بالاحرى. لكن بتمنى انه يرجعوا ويكونوا بخير. هلا كل المعروف انه هن على قيد الحياه، وهذا اهم شيء. يعني ما بدي اتفائل، بدي افكر انه رح يرجعوا، بدي افكر انه هن ان شاء الله رح يكونوا بخير ونشوفهم ونسمع عنهم قريبا. برأي رولا اول شيء انت بتسافري كثير لانه بحكم شغلك طبعا. انت بالمطلق بتخافي من الطياره؟ لا ما بخاف، بس لما بيصير هيك قصص الواحد بيستحقها شوي، لانه انا بعتبر انه بحياتنا الطبيعيه في كلها ريسك. نحن وهون في ريسك،
نحن الانفجارات مظبوط. نحن وماشيين، الخطف، القتل، كل حياتنا خاصة كلبنانية مليانة ريسك. أنا أؤمن بشغلي إنه اللي كتبه الله بده يصير، فإذا كانت ساعتنا أننا بدنا نروح بس خلص مش ضروري نعرف. لا مش ضروري نروح بس نحن مش عم نعرف، نحن مش عم نعرف. هي هيدا هن ما كانوا عارفين، لو كانوا عارفين كانوا ما طلعوا. ايه لا انا قصدي انه يعني الاحساس طبعا قبل بخوف، معلوم بخوف الاحساس. على كل حال بنتمنى مثل ما قلت رولا انه يرجعوا سالمين ونعرف على القليله وين، لانه حتى الله لا يقدر اذا ما كانوا على قيد الحياه الاهالي بحاجه يعرفوا أكيد. شو صار باولادهم. يعني نهايه كثير مهمه للناس خاصه طبعا. بهيك مواضيع. رح ننتقل لنشوف موضوع جديد. يلا المطربة الإماراتية أحلام المعروف عنها هوسها الكبير بالمجوهرات وأكسسوارات الزينة الغالية. من كم يوم وضعت أحلام على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي صور إلها وهي لابسة طقم من المجوهرات النادرة والغالية. تعليقات توارت على الصورة والتكهنات كمان، وتسألوا الناس إذا كان هالطقم المميز هو ملك لها أو هدية قدمت لها أو بس مجرد مجوهرات عم تجربهم بشي متجر من المتاجر. وقبل كم يوم عرضت أحلام صور لتليفون مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بالمجوهرات ومطبوع اسم أحلام عليه، وعلى ما يبدو إنه وصل لها هدية بمناسبة عيد ميلادها. وهيك بتكون أحلام حصلت على تليفون ومجوهرات ولا في الأحلام، بالوقت اللي في ناس ميت من الجوع. صرح مش من فترة قليلة الفنان السوبر ستار راغب علامة إنه الفنانة أحلام بحاجة إنها تتزين بمجوهرات فيك، يعني منا مزبوطة، بينما الفنانة نانسي عجرم منا بحاجة لتتزين بشيء لأنه هي مشعة. هيدا رأيه أكيد. نانسي أنا بحبها وهو كمان بحبه وبحترمه، بس ما فيني أقول هيك عن أحلام، لأنه أحلام نجمة ونجمة نمبر 1 بالخليج، ونجمة عربية لا شك. مش بحاجة، ما حدا بحاجة يعني يلبس مجوهرات تيضيف جمال. بالعكس هو الدايموندز هو الجوا مش البرا. هيدا رأيي. برأيك الفنانة أحلام بتحب المجوهرات وبتستعرض، هي مشهورة بهذا الشيء، بتستعرض مجوهراتها ليه برأي رولا؟ من قديم وجر نحن يعني المجوهرات هي زينة الست، فطبيعي انه عادي، واذا صير لها ليش لا؟ يعني بعتبر أحلام اشتغلت وتعبت توصلت وعندها جمهور كتير كبير، فمن الاشياء اللي بتحبها المجوهرات. كل انسان بيحب شيء، في ناس بيحبوا السيارات، في ناس بيحبوا السفر، هي بتحب المجوهرات. برأيك هذا ماشي ما في شيء من الشو اوف؟ بالعكس، كيف واحد عنده عمل بيت حلو والناس حكت عنه، كيف واحد هي بتحب الجولري، يعني انا مش ضد هذا الموضوع. يعني اذا هي بتحب الجولري وحبت تفرجي المازاتها، وانتبهي يمكن يكونوا مثل ما قلتوا انه ممكن يكونوا اعلان لشيء، ممكن يكونوا ممكن تكون هي كمان شاريتهم. وبالنسبه للتليفون ما عم بيقولوا انه كادو، كمان هي كمان انه عادي، يعني اجاها كادو، وهي يعني هي شخص بحب الجولري. طب برأي رولا بهالاوضاع هلا وبالاوضاع المأساوية بالوطن العربي والعالم هيك، انه وقت مناسب انه ماشي بحزن انه نحن نحط هالمجوهرات كلها وفي ناس ما عم تلاقي خيمة؟ ليكي لا شك انه نحن بوضع صعب كتير وفقر وتعتير بس انا اللي بعرفه عن احلام انه هي حدا بيساعد كتير. برأيي طالما عم تعمل واجباتها الدينيه فمن حقها كمان تلبس وتجخ بطريقتها. انت رولا بتحبي تستعرضي مجوهراتك؟ لا ماني هالستيل، يعني مش انا، لاني انا ما بيعنوا لي كثير. ما بيعني لك المجوهرات؟ ما كثير لا. عن جد؟ بيعني لي الشوز، بيعني لي الساعات اكثر، يعني هي مجوهرات يعني، بس ايه بيعني لي اللبس اكثر. انا كمان يعني لي كثير الشوز على فكره. رح ننتقل نحن وياك لموضوع جديد. يلا. عفوا يمكن يعني سوري خطأ مني، يمكن كان لازم قبل الحلقة أو يعني ببدايتها بس أطلب منك يا ريت إنه ما نتطرق خلال هذه الحلقة وسياقة لأي شيء خاصه بالمواضيع الدينية. تفضل. ما تركت لي شيء أحكي فيه بعد. بس كان بدي أقول لك شغلة، إنه يا ريت كمان بالحديث عن الأطياف السياسية اللي موجودة بالبلد اليوم، يا ريت كمان ما نتطرق إلى يعني شخص الوزير جبران باسيل، وكمان يعني أي شيء خاصه بالقوات اللبنانية. إذا بإطار جوابك يا ريت ما نحكي بشيء خاصه بالفساد، يا ريت ما نتطرق أيضا بالحديث إلى القضاء اللبناني. عن شو؟
اوكي، لكن خلينا نباشر حلقتنا، ولكن اتفقنا انه ما حنحكي بالديانه الاسلاميه والمسيحيه، ما حنحكي بالسياسه، بشخص رئيس الجمهوريه، بعده احزاب لبنانيه، بالقضاء، بالفساد، بالقضاء، بالجمارك. إذا هيك شكرا على وجودك معنا المدون وحضرة المجرم الإلكتروني عماد بزي، على وجودك معنا اليوم بحلقتنا بنهاركم سعيد. أهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. انا بتشكرك على الاستضافه القيمه، ان شاء الله يكون المشاهدين استفادوا. لا أعتقد كانت حلقة مفيدة جدا. ومشاهدينا بهذا نأتي إلى ختام نهاركم سعيد لهذا الصباح. شكرا لكم جزيلا على حسن المتابعة ونهاركم سعيد. أكيد. نعم، نزل الجنريك، خلصت الحلقة. برأيك رولا في حرية للصحافة للإعلام بلبنان مثل ما نحن بندعي؟ أكيد في، والحرية برأيي هي مسؤولية، فمشان هيك الواحد لازم لما بيقول رأيه يكون مستند على وقايع وعلى أشياء ملموسة إنه يعطي رأيه فيها، غير هيك بصير في تشهير. هلا أنا عم بحكي بهذا الموضوع لأنه أنا تعرضت لشيء مماثل، يعني شيء مش حلو، هذا تشهير. مشان هيك عندي ملامة شوي على بعض الأقلام الصفراء، وبتمنى منها إن ما يعني تنتبه على كل كلمة وتستند لوقايع أكتر لتقدر تعمل نص حلو وتجذب ناس أكتر بمصداقيتها. يعني كتير صعب واحد مثلا يعني تقري عن حالك اشياء مش مزبوطة مثلا رولا سعد الحفيدة الشرعية غير شرعية لصباح، وبقلب المجلة كمان حاطين جايبين ناس يثبتوا هيدا الكلام، انه هيدا الكلام صباح قالته وكذا. هيدا عيب إن كان بحقي وبحق الصبوحة وبحق مجتمعنا. مين اللي قال هذا؟ مجلة يعني كافيني طالة وطال الشخص، لكن عنده أبعاد، يعني عنده اشياء لمصلحه اشخاص معينين. وبنفس يعني حتى هون في وسايط ما فينا نقرب صوبهم. طبعا وخاصه كمان في حدا تاني دكتور عيون بيقول انه انا خضعت لعمليه القرنيه، غيرت لون عيوني للزرق. طب هيك يعني هيدا صار مش حريه راي، هيدا صار تشهير. وبنفس الوقت بدي ارجع اقول انه انا هيدا الدكتور انا كيف فيني اخليه يتحرم يكون دكتور مره ثانيه. لكن انا برايي هي الناس بالذات انا بترك يعني العدل لفوق، لانه يوم من الايام اكيد رح يصير معهم شيء، رح يندموا على اللي عملوه. لانه بقول يعني وبطلب من كل انسان بيحمل قلم يعرف شو يكتب، لانه في ناس بيقتلوا برصاص بس في ناس كمان بيقتلوا بقلمهم. في عندنا صحافه والاكثريه كثير منيحه وعندها راي حلو وبتدافع عن الحريه وبتدافع عن مبادئ وعن قصص كثيره، وعندنا كمان اقلام صفر للاسف موجوده تنشرى او تدخل السياسه فيها كمان والوسايط كله. انا ما بحكي بس كفني، انا بحكي ككل. برأيك رولا ديما صادق الإعلامية زميلة عم حطت LBC وصلت المساج والرسالة اللي بدها تقولها إنه ما تقمعوا لنا حرياتنا، ما تقمعوا لنا من خلال هالبروموشن اللي عملتها. يعني جربت تفرجي إنه مش معقول كل ما بدنا نحكي عن شيء يكون في لا وخطوط حمر على مواضيع. شوفي انه الواحد بيقدر يحكي باللي بده اياه بس بيعرف كيف يوصل الرساله. ما هون الذكاء، هون الاسلوب. انه لا اوكي لما الواحد بيكون منفعل ومعصب ومضايق ما بيقدر يعمل كنترول على حاله. بس اذا انا عندي رساله بقدر اوصلها بطريقه مضبوطه او بطريقه ما شهر فيها او اجرح فيها او حتى يعني ضايق وازعج المشاهد. اذا رولا صحفية وبدك يعني لو كنت محل ديما، لو محل حيالله حدا عم بيحاور، كيف كنت بتاخدي الحوار؟ كيف كنت بتوصلي للمشاهد المساج اللي انت بدك اياه؟ يعني مثلا انا مش عجبتني السياسه، بتمنى من السياسيه مثلا انه بليز ظبطوا واعملوا كذا، مش انه انت يا فلان كذا وانت يا فلان كذا وانت بتسوى هيك وانت بتسوى هيك. هيدا منطق مش حلو. شكرا لك رولا على هالمداخله. رح نتوقف مع بريك. نحن طبعا مواضيع كتار رح نناقشهم بعد الاعلان. بدي اذكركم مشاهدينا بعناويننا على السوشيال ميديا مثل العاده، حتى نحن وياكم نتواصل هيك ونحكي ونتحاور ونتساير كمان وتقولوا لنا شو المواضيع اللي بتحبوا نطرحهم على ضيوفنا. بريك ومنكمل.
نرجع معكم مشاهدينا لحلقتنا لليله مع النجمه رولا سعد. رولا رح نكمل نحن وياكي مواضيعنا ونشوف الموضوع التالي. أرجو الانتباه. قوانين الطيران الدولية اللي بتحتم على كل متخلف عن الصعود للطائرة إنه ينترك على أرض المطار غيرها ابن أحد الوزراء العراقيين، ده ابن وزير النقل العراقي هادي العامري، وهالشي بمنعه رحلة طيران الشرق الأوسط اللبنانية من الهبوط بالعراق. ما هو ليس شابا عاديا. هالموضوع سابقة ما حصلت بتاريخ الطيران المدني. يمكن انشغل ولا كان بيشرب حاجة في استراحة رجال الأعمال الدرجة الأولى، وهو ابن الوزير بقى. فنجل وزير النقل العراقي قام بالاتصال بسلطات مطار بغداد، شاب زي الوردة ولابس قميص أخضر، بادر إلى الاتصال ببابا. قالوا يا بابا الطائرة طلعت من غير يا بابا، يلي طلبت من الطائرة العودة للبنان، مما سبب استغراب كبير بين الركاب وبين مسؤولين مطار بيروت. وفيما بعد عرف السبب وراح العجب، قال ما يعرفوش أنا مين. العراق فتح تحقيق بالموضوع. ثم جاءت الفضيحة الأكبر حين كذب رئيس الوزراء أحد وزرائه، ووعد بمعاقبة كل حدا بيثبت تورطه بهالقضية ونقل الركاب مجانا، طبعا على حساب المال العام العراقي. بس اللي صار والعالم العربي يوم عن يوم عم يثبت انه عالم الغرائب، وانه ابن الوزير فيه هو وزير. ازاي يسيبوه في مطار بيروت؟ برأيك رولا وين كرامة اللبنانية، وين كرامة شركة الميدل ايست لما هيك شيء بيصير؟ اكيد بعدها موجوده كرامه شركه الميدل ايست وكرامه اللبنانيه، لانه اول شيء الوزير طلع واعتذر، وهيدي خطوه كانت حلوه منه، لان في ناس بيعملوا غلط وما بيعتذروا. وبنفس الوقت شركه الميدل ايست شركه عالميه، الموقف اللي اخذوه شركات الطيران كان موقف كتير حلو. وبنفس الوقت الجرايد ما قصرت، بعتبر انه رد اعتبارنا، بس لكن هيدا عمل مش مسموح، وهيدا عمل ما له حق اي حدا يعمله. واذا انا برايي انه هو هالقد مهم بيقدر ياخذ طياره خاصه ويسافر بالوقت اللي هو بده اياه. هو افكتفلي ما اعتذر، هو مثل ما هو مغى وقال انه صار في مشكل ومشان هيك ما نزلت وكذا. بس برايك نحن كسلطات لبنانيه، انا هون عم بحكي مش بس كشعب وكصحافه، كسلطات لبنانيه مش لازم انه تاخذ موقفي؟ معقول طياره فوق بدها تنزل وقالوا لها لا يعني ارجعي؟ اكيد لازم تاخذ موقف، لازم يكون يعني تتعالج بطريقه اضبط من هيك. لكن بركي على دورنا هلا مثلا حابين السلام، حابين ما يعملوا مشاكل. لعله. طب برايك لو هيدا الشيء مثلا صار ببلد اوروبي، مش دايما بدنا نقول انه لبنان هو بلد الفوضى وبلد هيدا، لا، في العالم العربي ليك الباور موجود وين ما كان، بلبنان بامريكا وين ما كان. ايام النفوذ بيشتغل وايام المصاري والشهره كله بيشتغل، لكن عتب على البلد اللي ما بيحترم القوانين، هيدي المشكله. بس لا شك انه برا كمان في، يمكن مش بقصه مثل الطياره يعني ايه، بس انه اكيد في وسايط، في الباور له تاثيره. ايه طبعا. طب برأي رولا مثلا ابن الوزير بالوطن العربي وزير، ابن الرئيس رئيس، وين ما ابن كان. النايب نايب، وين ما كان، مش بس بوطن العربي، وين ما كان. إذا واحد معه مصاري أو للأسف أو بيو شيء مهم بيقدر يستعمل، أو هلا صار كمان صاحبه شيء مهم، صار هو المهم. طب بس برا مثلا ما بينتخبوه لأنه بيو وزير، ما بينتخبوه لأنه بيو نايب، بس نحن عنا وراثية القصة يعني من الأب للابن. يبقى المشكلة فينا نحن. شو بتلاقي المشكلة يعني لأنه أنت كتير بتحب لبنان مبينة، أكيد أنا وبتدافع عنه كتير. أكيد. إذا بدي أخذ منك لا بليز أعطيني مشكلة واحدة باللبنانيين. شو بتلاقيها؟ لكن نحن شعب فوضوي، لكن ما بنستسلم. نحن شعب منحب، منغضب، منعصب، فينا تناقض مش طبيعي، بس من جوا نحن شعب طيب، نحن شعب يستاهل الحياة. فمشان هيك أنا دايما عندي نقطة ضعف تجاه اللبنانية والشعب اللبناني. يعني حتى لو إنه بيعملوا أغلاط وبيعملوا، طب ما نحن تحت تأثير الحرب وتأثير المشاكل، يعني ما عندنا نهار مثل الخلق نعيشه طبيعي مثلنا مثل غيرنا. يعني نحن عم نعمل أشياء حلوة بظروف كتير بشعة. مزبوط. فمشان هيك دايما قلبي على اللبنانية، مش لأني أنا لبنانية، لأنه الظروف اللي مرقنا فيها ظروف ما بننحسد عليها أبدا. انتخبتي وقت الانتخابات؟ لا. ما بتنتخبي؟ ليه؟
مع احترامي لكل السياسة واللي عم بيصير بالبلد، مش مآمنة بولا شيء. أنا بأيد فكرة، ما بلحق حدا أبدا، لأنه في يعني كل فترة واحد تلاقيه تغير، في ناس بيروحوا من هون بيجوا لهون، في ناس بيوقفوا يعني نحن مش قدهم لنعرف اللعبة اللي عم يلعبوها. برأيك الفنانين لازم يترشحوا مثلا؟ أكيد لا. لا، إذا عندها الثقافة وعندها يعني طموح كتير كبير وحدا ممكن يفيد البلد، ايه ليش لا؟ مش لأنها فنانة، لأنها ممكن تفيد لبنان، ممكن تفيد تعمل شيء، بس انه بس للقب فنانة اكيد لا. رح ننتقل رولا هيك لموضوع مهضوم، اللي ننتقل لعالم اللي انت بتحبيه كتير، اللي هو عالم الموضة. رح نشوف فساتين على شخصيات مشهورة ومعروفة كتير، وانت تقولي لي على مين تلاقيتي احلى. عنا ليدي غاغا وكيم كارداشيان، سلفادور فيراغامو، على مين لقيتي احلى؟ بحس ليدي غاغا لأنها هيك مجنونة، عملت له ستايل. عملت له ستايل، وبنفس الوقت كيم فيري كلاسي وهيك. هون ستايلش أكتر وهون كلاسي. بنروح شوي على ستايلش. ليدي غاغا. فستان جديد، ريتا أورا، ديتا فونتيز وهيلين ميلن. دوتشا اند جابانا. بحس ريتا أورا. ريتا أورا، ليه؟ لأنه سامبل أكتر ومش معجقته. شفتي كيف لابسه هيلين ميلن الصليب؟ ما حبيت. مفروض يكون في احترام أكتر للأشياء الدينية، طبعا الرموز الدينية. صورة جديدة، ريهانا وغوين ستيفاني. ريهانا وغوين ستيفاني. بلمة. ريهانا لأنه جسمها حسيته أجمل، إيه، والطريقة اللي لبستها هيك عطيه يعني جمال خاص فيه. أنا حبيت السنتور على غوين ستيفاني، حلو. هلا حلو، بس ما بتحسيه فرد شقفي من فوق لتحت، هون لا بتحسي مزبوط. ايه مش مقسمة، صح. ايه. من بعد الموضة رح ننتقل نحن وياكي لموضوع جديد بنشوفه سوا. أعلنت عارضة الأزياء الألمانية الأصل كلوديا شيفر عن رفضها دعوة للعشاء تقدم فيها أمير عربي ما ذكرت هويته أو جنسيته. أضافت إنه الدعوة وصلتها وبتتضمن عرض مغري جدا، وهو 1,000,000 جنيه استرليني أو تقريبا 1,500,000 دولار مقابل حضورها لهالعشاء. العارضة الشهيرة يلي صارت بعمر 43 حاليا قالت إنه هي بترفض تبيع حالها بهالطريقة الرخيصة، وبتعتبر إنه رفضها لهالعرض هو بمثابة درس لقنته لهالأمير يلي مفكر إنها غرض للبيع. كما إنها زادت وقالت إنه للأسف في عرضات غيرها وافقوا على عروض مماثلة، وهن يلي عم بيوطوا من أهمية وقيمة عرضات الأزياء، لأنه الدعوة على العشاء بهالطريقة أكيد منا بريئة. برأي رولا هالدعوة بأي إطار بتحطيها؟ حتى إنه طرح الدعوة غلط. يعني كيف في هو، أنا برأيي كيف في مثلا يعزمها على العشاء، وإذا وافقت حب يعمل جيست يقدم لها كادو إن شاء الله يكون حقه 2 مليون عادي، بس إنه أنا تعي تعي تعشي معي مقابل هيدا الشيء، هيدا إذا كان ما بعرف إذا يعني تأكدتوا إنه مزبوط الموضوع. مزبوط. 1,500,000 دولار. إيه، فيمكن هو انتبه، يمكن هو بيحبها، يعني نيته مش بشعة. يمكن لأنه كثير من الناس العرب بيعبروا بهالطريقة دون أي غايات تانية، فيمكن هي فهمت الموضوع بطريقة مختلفة. يمكن هذا الشخص أو هذا الأمير أو ما بعرف شو، ما بعرف مين، قصده إنه بس يتعرف عليها. لكن أنا قلت طرح الموضوع وكان غلط. برأيك لو مثلا عزبها مثل ما انت قلتي على العشاء بدون ما يقلها انه بدي، انا بحط حالي محلها. يعني اذا واحد قال لي حب يتعشى مثلا معي، اذا انا بعرف من قبل مين وكيف وليش واصحابي بيعرفوا وتعشينا سوا وان بوبليك ودون اي غايات وما في اي مصالح، انه عادي. هذا اذا بهالطريقه بيعرف انه بحس انه عم بيكرم الارتست او حدا معجب، انه عادي. بس انه انا تعشي معي بعطيكي هيك، أنا يعني برأيي كل شيء له سعر ما له قيمة. مزبوط.
هو الذي لا يتمن هو اللي قيمته اكبر شيء. فكان في الا مثلا ولو وافقت بتكون وافقت. طب برايك مثلا كلوديا ما كان فيها تقول له اوكي انه $1.5 يعني انه سافا ما يعني ضروري، مش كل شيء بينقاس بالمصاري. تعال نتعشى بلندن مثلا بمطعم، ما ضروري ما ضروري كان فيها تعمل هيك يعني. كلوديا ما بحاجه لمصاري ولا بهمها شهره ولا بهمها مصاري، ووصلت وعندها مبدا معين ماشي عليه وبرافو عليها. انا مش ضد، بس انا ضد كان انها تحكي هالقد عن الموضوع. ما هذا اللي قصدي بدي اقول لك برايك انه لا كمان نوعا ما ممكن من البروباغندا لها ممكن يعني انه لا كان فيها تخبي هالقصه ما تقولها. طبعا طبعا يعني كان فيها تخبيها وما تحكي بالموضوع. يعني برأيك بالعالم العربي بيصير في هيك نوع من الدعوات، بيصير في هيك قصص بين ممثلين فنانين وين ما كان بيصير هيدا الشيء، إن كان بالعالم العربي او برا. يعني مثلا لما واحد بيعزم حدا مع مرته مثلا او العكس مع جوزها مثلا، شو بده فيها؟ يعني ما هو رايح بس لانه محبة لشخصها. يعني كيف ايام وقت ماريلين كمان دفع مبالغ كمان كرمال عشاء كرمال انه عادي. هلا انه يعني برجع بصر على الموضوع انه هو طرح الموضوع هو الغلط. رح نتوقف مع بريك، من بعدها رولا رح نكون مع اخر موضوعين رح نتناقشهم نحن وياك، اللي هن خطف الاطفال او خطف النوم من العيون، ورساله بقى لأوباما. بدي أذكركم مشاهدينا بعناويننا على السوشيال ميديا، انستغرام، تويتر وفيسبوك فان بيج، أكيد فينا ندخل عليهم ونحن وياكم نتحاور. بريك صغير ومنتابع. وصلنا للفقرة الأخيرة بحلقتنا لليلة. رولا نحن كتير مبسوطين أنك موجودة معنا. بتحملي هيك رواق مدهش على فكرة، مع أنه بالكليبات ما بتبيني هالقد رايقة يعني، بس أنت شخص كتير رايق وكتير هيك وبيحكي على صوت واطي. هيدا نعمة على فكرة، أنا ما عندي إياها. مش دايما انتبهي، مش دايما، بس أيام ما بعرف ليه بياخد هيدا بيجيني هالإحساس ما بعرف. رح ننتقل نحن وياك لموضوع ما قبل الأخير. منشوفه سوا. ظاهرة الخطف بلبنان وطلب الفدية يلي ابتدت مع خطف الأستونيين السبعة من كم سنة عم تتكرر وبوتيرة سريعة. الخطف ما عم بيوفر حدا من كل المناطق اللبنانية والمذاهب والجنسيات. بعض القضايا انحلت بعد دفع فدية، والبعض الآخر بطرق تانية ما انحكى عنها. ولكن خطف الطفل ميشيل صقر من مدينة زحلة أثناء توجهه للمدرسة شكل صدمة لكل اللبنانيين، وخوف كل الأهالي يلي ما عادوا يحسوا بأمان على أولادهم أثناء توجههم للمدرسة أو للجامعة. القصة مع ميشيل تمت على خير، وتمكنت الأجهزة الأمنية وبعض الشخصيات السياسية من الضغط على الخاطفين لإطلاق سراحه. ولكن هل رح بيتوقفوا المجرمين يلي معروفين سلفا من قبل الأجهزة الأمنية، أم رح يضلوا اللبنانيين عرضة لإجرامهم يلي الظاهر ما رح بيوفر حدا؟ تأثرت بهذا الموضوع. عن جد حرام. بتعرفي بحزن لأنه ما بيكفينا الانفجارات والمشاكل والحرب. يعني اوريدي ولادنا عندهم مشاكل نفسية. مزبوط. وكمان انه يتعرضوا تعرض مباشر كارثة. يعني شيء بيحزن، لكن الفقر والحرب بدها تولد هيك اشياء. برأيك انه عم بيصير في هلا ظاهرة الخطف عم بتزيد، عم بياخذوا، كانوا قبل عم ياخذوا الكبار، واحد ماشي بسيارته بيوقفوه، وهلا صارت مع الاولاد. يعني كأهل مثلا انا كأهل بعت الهم انه من غير شر، يعني الله يحمي اولادي واولاد العالم كلها، بس انه هيدا شو بيولد احساس عند اللبنانيين. اكيد هذا الشيء بيخوف، وهذا الشيء بيحزن كثير، وهذا هذا الشيء ما بيطمن. لكن ما فينا ننكر انه في ناس جهه مختصه عم تشتغل من قلبها مش عم بتنام، ويمكن هدول الاشياء اللي عم نعرف فيهم في اشياء عم يمكن يلقطوها قبل ما تصير. بس بتمنى انه من الدوله انه تاخذ قرار حاسم وقاسي بحق الناس اللي بيخطفوا، لانه اذا خافوا ما بعتقد انه رح يرجعوا يسترجوا انه يعملوا او بيخفوا. يعني ما بتحسيهم مثلا ممكن يعملوا بهالكتره اللي عم بتصير هلا. لازم ياخذوا موقف كثير قاسي
ليخففوا شوي من المشاكل والخطف اللي عم بيصير. أحاديث كتير وأقوال كتير وثرثرة كتير صارت حول هيدا الموضوع. منهم قال إنه البي عملها قصدا، خطف ابنه ليعمل بروباغندا لحاله. منهم قال إنه أطلق سراحه للصبي من دون أي فدية، يعني نحن عارفين مين اللي خاطفينهم، يعني رح نحكينا هون انه بليز من دون اي فديه، هي بالعلن يمكن يكونوا اندفع بالسر. قد السياسه هون ممكن تلعب دوره رولا بهيك اشياء كمان، انه نحن عم نعرف مين الخاطفين عادي. اكيد يعني مفروض هي اللي عم قوله انه السياسه تشتغل اكثر لمصلحه هالبلد، لمصلحه الاولاد، لانه بكره اذا هيك بدنا نكمل رح يطلع جيل كثير بخوف، وجيل رح يكون متشبع غضب وحزن وقلق وخوف. فممكن عن كبر يعني يتنفس بطريقه مش مزبوطه او يتصرف بطريقه مش مزبوطه. مشان هيك بتمنى انه يتحملوا مسؤوليه اكثر، خاصه على سلامه المواطنين، وخاصه انه لبنان بلد صغير، الحمايه فيه كثير اسهل من غير بلدان. مزبوط. فيا ريت انه بس عن جد يشتغلوا بصدق، لانه عن جد حرام. برأيك معقول بي يخطف ابنه؟ أكيد لا. أكيد لا. أو خاصة بهذا الموضوع، يعني ما معقول بي يكون عنده نتفة إحساس تجاه ابنه ويعرضه لهيك أسلوب من الضغط والحزن والقلق والخوف. يعني ما معقول يكون هالأهل كلهم عم يبكوا بهالطريقة التمثيلية. أكيد لا، يعني ليك الحرقة بقلبهم وبعيونهم. يا أخي ممكن واحد يمثل بالعائلة، بس العائلة كلها بدها تمثل انه في شيء غلط. ومشان هيك بقول لك انه حريه الراي حلو، الواحد يكون عنده حريه الراي، بس ما يشهر بعرض الناس. يعني الناس بيكونوا اكلين البوكس ومدمرين من جوا، قاعدين عم يقولوا انتم خاطفين. طب عيب، على شو انتم استندتوا؟ على شو انتم باي حق عم تحكوا هيك؟ عيب. مزبوط. رح ننتقل نحن وياك. اصلا ما بعتقد يحمي الله يحمي كل اولاد العالم. امين يا رب. ويحمينا ويحمي هيدا البلد. ما في اهل بالكون فيهم عقل طبعا. ممكن طبعا. يعني ما بعرف اللي افترض هالافتراضيه من وين جايه. رح ننتقل نحن وياك لموضوع الاخير بحلقتنا لليله. ورساله بقى لاوباما. Listen your اوباما. ورساله بقى لاوباما. You are listen اوباما. ورسالة بقى لأوباما. ورسالة بقى لأوباما. We are Egyptian women. ورسالة بقى لأوباما. 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 ورسالة شاطة بيور ماوس أوباما. مهضومة كيف كل شيء بيعملوه بيحولوه. بس هلا إذا بدنا نحكي جد، قد ايه برأيك هالمرة محروق قلبها؟ مدمرة. لأنه برأيها رسالة لأوباما، إنه أوباما عم تحكي بالإنجليزي رح أوباما يسمع لها، يعني هو قاعد وراح يفرجيها. بس انتبهي، ممكن يسمع لها الضجة اللي عملتها كلها سوا. أكيد ممكن يسمع اللي هي قالته. هلا لا شك إنه الواحد لازم يقول رأيه، وهي حدا مجروح كتير وحدا مقهور كتير وعم بتعاني أكيد. مشان هيك توجهت بهالطريقة. والغاضب يلي بيبقى عنده مشكلة أو مضايق من شيء مش بسهولة يقعد على كرسي ويحاور. يعني لا، يعني أخذت طريقة معينة تتحاور فيها، تتوصل رسالتها. على قد ما بتعرف تحكي على قد ما بتعرف تحكي وتتوصل رسالتها. هيدا الغضب، يعني هيدا اللي بيخوف، انه عن جد الناس ما بقى فيها تتحمل، مشحونه من جوا ومش عارفه كيف بدها توصل صوتها ومش عارفه كيف بدها توصل رايها وكيف لازم انه يعملوا براي الشعب. برايك المراه العربيه بالمطلق رولا، وانت كامراه لبنانيه عربيه، قديش تحملت المراه العربيه كتير بوطننا العربي من كتير. مآسي، من ثورات؟ اكيد قد ايه ترملت؟ قد ايه يعني صار عندنا كتير وبكذا بلد، بس نحن كمان أخذنا الحصة الكبيرة لفترة طويلة من الآلام والمشاكل والعذاب. ما في بيت ما رح له حدا بالحرب، ما في عائلة مدمرة كلها سوا أو راحت كلها سوا، أو الأهل يعني ما بتلاقي. كلنا يا بتلاقي ابن عمتك يا ابن خالتك يا أمك يا بيك يا جارك على طول، يعني في شيء حدا
رايح له من هالعائله. لا شك انه المراه لعبت دور البي ولعبت دور الام واشتغلت وضحت. وانتبهي، المراه اللبنانيه مراه كتير قويه، مراه كتير مثابره، بتحب الحياه، يعني ما بتخليكي تزهقي من شكلها، متطوره. فاكيد انا بحيي كل مراه عربيه وخاصه اللبنانيه. طب برأيك مثلا هالامرأة اللي طبعا هي مرأة بسيطة من شوارع مصر عم بتجرب توصل كانت رسالة بالكلمات اللي بتعرفهم، التنكيت عليها ممكن يقلل، او التنكيت او هيك وضع باطار انه للناس تضحك ممكن يقلل من وجع الناس؟ يعني نحن عم الطير يرقص مذبوحا من الألم مثل ما بيقولوا، ولا يعني بخفف من قيمة الشغلة، ولا لا رسالة وصلت شو ما كانت؟ لا شك انه في قسم كتير كبير من الناس كانوا عم بينكتوا، وقسم كمان كبير كانوا مع هيدا الموضوع. انا بعتبر انه عملت المستحيل تتوصل رسالتها ووصلتها. هلا في مع وضد، وفي ناس ضد الاسلوب وفي ناس مع الاسلوب وهيك. ف يعني حتى اللي عملوا لها الغنية وصلوا لها، نشروها اكثر. بعتقد انه كان هدفهم انه يوصلوا الغنية، يوصلوا المساج اكثر. رولا، اذا بدها توصل رسالة لاوباما وللكائنات الفضائية الكائنات الفضائية بقول لك all the best، تستاهلي كل خير وجود لك على البروجرام الحلو كتير. ميرسي. ولا اوباما بقول له بما انك بمنصب كتير مهم وكبير لاكبر دولة بالعالم، انه يا ريت تشتغل اكثر للسلام خاصة بالشرق الاوسط، لانه نحن شعب بنستاهل وشعب بحب الحياة. رولا، بدنا نتشكر وجودك، نحن كتير سعداء بهالإطلالة ببرنامج برأيك. نتمنى لك كل التوفيق بالأغنية الجديدة، بالكليب الجديد، وبكل المشاريع اللي بدك تقومي فيها إن الله رد قريبا. نحن اشتقنا لك كتير وشكرا لهالإطلالة ويعطيك ألف عافية. مشاهدينا، لهون وصلنا لختام حلقتنا لليلة من برأيك. أكيد عناويننا على السوشيال ميديا كل مرة برجع بذكركم فيها، فينا من خلالها نتواصل نحن وياكم. حلقة جديدة من برأيك الأسبوع المقبل نفس الوقت عبر تلفزيون مستقبل. كانت معكم كارين سلامة، تصبحوا على ألف خير. رأيك شو يلي بخلي نجوم السما تطلع، مهما الليل طول الشمس ترجع تطلع، بالآخر ننسى دموعنا ما يبقى إلا الدم، غيابه طالع علينا هالحق لازم يرجع.